معنا النهاردة في المركز الأخير شبيه مسلسل ذا سيمبسونز فاميلي جاي. مسلسل شمال وجريء جدا زيه زي ذا سيمبسونز بالظبط. بيتر جريفن راجل العيلة بيدخل مغامرات والجو ده مع عيلته بالظبط، هو ذا سيمبسونز، بس الفرق ده اتعرض أول مرة في 1999 بعد ذا سيمبسونز ب10 سنوات، واتوقف واتلغى أكتر من مرة، بس بسبب قوته وإعجاب الناس بيه رجعوه تاني وشغال إلى اليوم، وله قرب 400 حلقة على 21 موسم. والكرتون زي ذا سيمبسونز كده من ناحية إنه جريء وبيتكلم عن كل حاجة وبيتريق على أي حاجة، اتريق على أنميات، اتريق على أفلام سوبر هيروز زي سبايدر مان، واتريق على نفسه كمان بالمناسبة، بحيث إنه اتريق على تفوق مسلسل ذا سيمبسونز عليه. والله بالظبط زي ما قلت، وقعد حتى مع هومر في اللقطة دي، واتريق على جنسيات زي المكسيكيين والأتراك، واحنا كعرب ومسلمين مسلمناش منهم، ومش عارف ده ايه بس اتريق عليه برضو. لا، وكمان في حلقات ما تعرضتش الى اليوم كاملة بسبب انه فيها تريقة على اعراق وكلام جريء. لك ان تتخيل مع كل اللي اتعرض ده في حاجات ما تعرضتش بسبب اللي فيها. ده من جرأته وتجاوزاته اتمنع في دول كتيرة زي مثلا مصر والهند وماليزيا وكوريا واندونيسيا وايران وروسيا وغيرها الكتير. ومن كتر التشابه مع ذا سيمبسونز اتهم فريق عمل ذا سيمبسونز اللي شغالين على فاميلي جاي انهم سارقين افكارهم، وعلشان الفضيحة تكمل في كرتون اسمه ساوث بارك عمل حلقة تقريبا على الموضوع ده، انهم بيسرقوا من ذا سيمبسونز الافكار. فضيحتهم بقت في مسلسلات تانية، بس برضه كوميديا المسلسل وحب الناس له مخليينه يستمر الى اليوم مع كل اللي بيحصل فيه.